بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا حبايب قلبي جيت لكم في فيديو جديد، يا رب يكون خفيف على قلوبكم. معانا إن شاء الله طريقة العزازية بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، ما فيهاش أي افتكاسات، والعزازية دي روعة جدا وخفيفة. معانا أقل مقادير، ما فيهاش أي حاجة، والطريقة سهلة جدا وهتعجبكم. هنسلق كيس مكرونة 400 جرام، هناخد نصه نحطه في الخلاط مع كبشة مية من اللي احنا سالقينه فيها، بيتسلق في مية وزيت بس، يعني مية ومعلقتين زيت. نحط نصه في الخلاط، ومعانا كوبايتين لبن، ومعانا كوباية سكر حسب الرغبة، ومعانا 2 ظرف فانيليا، ونص كوباية سمنة او زبدة، ومعانا 4 معالق من النشا. هنضرب في الخلاط المكرونة مع اللبن، يعني كل خلاط نحط كوباية لبن، بس انا استخدمت بصراحة 4 كوبايات من اللبن، يعني كيلو. نحط اللبن كوباية ونضرب، وبعد ما نضرب سبتكم بقى عشان صوت الخلاط، وضربت كيس المكرونة على مرتين مع كوباية لبن وكوباية لبن وكبشة مية من اللي احنا سلقنا فيها المكرونة. تمام. ونحطهم في الصينية بتاعتنا من غير ما ندهنها اي حاجة، وجبنا مية في الكوباية بتاعت اللبن عشان نقلب فيها النشا. هنضيف 4 معالق من النشا كبيرة، بس انا زودت كمان معلقتين، يعني 6 معالق نشا. دي المقادير كده بالظبط عشان تبقى معاكم مظبوطة. دي ما بتستناش، دي بتطلع من الفرن بتخلص، والله ما بتستنى، بتطلع تخلص على طول، مش بتكمل معاكي 10 دقايق وبتدخليها الفرن. حطينا النشا 6 معالق من النشا كبار، ونحط ظرفين الفانيليا، وكوباية السمنة بنحط نصها واحنا شغالين بنقلب، والنص التاني على الوش لما بنخلص. السكر بقى حسب الرغبة يا حبايبي، انا ما بحبهاش مسكرة، فانتي دوقي السكر وانتي شغالة حسب ما بتحبيه. انا عموما في الحلويات اللي انا بعملها مش بزود سكر، بحب الحاجة تكون سكرها مظبوط عشان نعرف ناكلها وتبقى جميل. بقلب كويس بقى المكونات كلها مع بعضها عشان اضمن ان النشا تمام. نقلب بقى كويس مع بعض عشان السكر يدوب. بعد ما قلبنا والسمنة اللي باقية حطيناها على الوش عشان تدينا وش جميل، ولو عندك قشطة وحابة حطي قشطة برضو، تبقى القشطة تديها لون تحفة. شايفين الجمال والريحة؟ ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدنا محمد. بصوا بقى شكلها وهي في الفرن، شايفين الجمال ده؟ تتاكل وهي في الفرن دلوقتي، ما شاء الله تبارك الله. شايفين الجمال؟ ايه ده بجد، الله اكبر ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي في قلبكم حاجه كده، يعني خيال، حاجه ما بتاخدش 5 دقايق والله، وبتبقى زي ما انتوا شايفين. طلعناها والله تاكليها سايحه كده، سايحه. هي ما مش بتستنى تبرد، المفروض تبرد وتقطعوها خرط، انا عندي الحمد لله ما بتستنيش. الصينيه دي في حته تانية رائعه، مكرونه بشاميل مسكره في حته تانية، تحفه بجد، والله نفسي تجربوها.
شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين؟ انا سايباكم تستمتعوا بالجمال عشان تجربوها وتعملوها، وسهلة ما فيهاش اي صعوبة. فين العرايس بتاعتنا الجميلة اللي لسه بادئين يجربوا كده ويشوفوا؟ ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. حبايب قلبي، كنتم مع صفاء السيد من قناة سهل وسريع. اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، مش تنسوا اللايك والشير، واشوفكم على خير.